لو انت ابنك بيلعب كرة قدم وبيجي في الماتش بيخاف، بتلاقيه في التمرين جامد جدا وبيجيب اجوان، بس لما ينزل الماتش بتحس ان هو اول مرة يلعب كورة. فهو اكيد بيعمل 3 حاجات غلط محتاج تصلحهم عشان تلاقيه واثق في نفسه في الملعب اكتر. اول حاجة بنقول عليها الفيزيولوجي بتاعته، والفيزيولوجي اللي هي حركة جسمه. تاني حاجة الفوكس بتاعه، التركيز. واخر حاجة الوردز او الكلام اللي بيقوله لنفسه. لو غيرت اي حاجة من ال3 حاجات دي، ثقته بنفسه او موده او حالته نفسها تتغير. طب اول حاجة الفيزيولوجي. الفيزيولوجي يعني ايه؟ يعني حركة جسمه. يعني هو ان هو خايف او ان هو متنشن في الملعب ده مش بيعملها بالتفكير قد ما هو بيقدر يعملها بجسمه. يعني هو لو متنشن ايده كده، لو بيتنفس كده، هتلاقي نفسه حالته النفسيه بقت خايف. لكن تخيل انت بتخليه يضحك او بتخليه يعمل يتنفس كده، جسمه هيأثر على مخه، هيقول له لا انا بريلاكس، انا البادي لانجوج بتاعتي بتقول ان انا لا واثق في نفسي. غير لما ببقى بعرق وعامل ايدي كده وبتنفس بسرعه وبتكلم بصوت واطي. لكن لو اتكلمت بصوت عالي فردت جسمي، ده هيدي اشاره لمخي ان انا واثق في نفسي. فانت ممكن تغير الفيزيولوجي بتاعته، سواء التنفس بتاعه، حركه جسمه، تخليه يعمل حركه عشوائيه. تاني حاجه الفوكس. الفوكس بيعني التركيز بتاعه. يعني هو هتلاقيه دايما في الماتش بيسال نفسه سؤال غبي زي ايه؟ ازاي ما غلطش؟ ازاي المدرب ما زعقليش؟ ازاي ما ابان لعيب كويس قدام زمايلي؟ كل ده بيخليه يخلص من الكوره، ما يفتيش. لان انت تخيل انت بتلعب الماتش وبتسال نفسك ازاي ما غلطش؟ ازاي ما غلطش؟ مخك هيقول لك ايه؟ هيقول لك باص الكوره، اخلص من الكوره، اوعى تزيد، اوعى لو انت باك اوعى تزيد، لا ممكن يحصل هجمه، مش عايزين نغلط. لكن تخيل لو انت سالت نفسك ازاي اجيب جول الماتش ده؟ ازاي اعدي 1 على 1؟ ازاي اعمل اوفر واعمل اسيست؟ لو انت بتسال نفسك طول الماتش ازاي اجيب جون، ازاي اعمل اسيست، هتلاقي نفسك الفوكس بتاعك او التركيز بتاعك كله ان انت ازاي تعمل اسيست، ازاي تقدر تجيب جون. فهتلاقي نفسك مخك بيقول لك بص زيد في الحته دي، افتح روح، ده في حد ممكن يعمل لك ثرو، هيأهلك ان انت تاخد اكشن تاني. واخر حاجه الوردز او الكلام اللي انت بتقوله لنفسك. بالله لعيب جدا او احنا نفسنا لما تيجي مثلا نلعب كوره وبنغلط نقول تشوط الكوره تيجي بالعرض تقول قرف ده، ايه الخرا ده يا عم، مش عارف ايه. الكلام اللي انت بتقوله لنفسك ده بيخلي مخك ما يجربش تاني. تخيل انت شوط كوره تلعب بره تقول يا قرف ده، مخك بيقول لنفسه ايه؟ مخك بيفهم ايه؟ لا لا، البيهيفير ده او السلوك ده مش حلو، مش هنعمله تاني. ليه؟ لان انت بتشتم نفسك، بتعاقب نفسك. لكن تخيل ان انت اللعيبه المحترفه لما بتشوط كوره بيقول ايه؟ حاول تاني، هتيجي، هتقرب. الكلام ده لما بتقوله لنفسك بتأثر على حالتك النفسية. فباختصار لو انت عايز تخليه واثق في الملعب، حاول تغير الفيزيولوجي والفوكس والكلام اللي بيقوله لنفسه. غير كده مهما تدربه كورة، مهما تشتغل معاه، هو يفضل في الاستيت ان هو خايف.